كل من يشوف الشيب ها شيب تقال ما يدري بيض تصير هامات الجبال. إلا بالصخر والقل ما يتشاوجها شبيه. بالصخر والقل ماي بالصخر والقل ما يتشاوجها شبيه. مغيم ولا صح يوم نقطة ندى عليه. انه اول ما طلعت التليفونات كان انه نتواصل ويا العالم من خلال التليفون. فليلة من الليالي دق عليه ولد رقمه اثير سلام عليكم سيدنا. قلت له وعليكم السلام. قال انا خادمك محمد من اهل الديوانيه على راس ابو جاسم. قال له سيد انا احب الدارمي. قلت له ابو جاسم بخدم تكشيتي اليوميه اودي لك دارمي. فصار صديقي يعني قمت اعرف نغمه صوته اذا كان حزين او عنده مشكله. ورا فتره خابرني قال سيد ابشرك خطبت البنيه. قلت له على الخير وعلى البركه ابو جاسم ان شاء الله اتوصل لك واتبارك لك. قال سيد انا فرحان مو بالبنيه. قلت له قال البنيه تتذوق الدارم وتتذوقك انت بالذات. وشكله تذم علي لا يجي بيت من سيد مهدي حتى لو 4 الصبح تودي لي صار. استمرينا على هاي. ورا فتره صادفت يوم خميس العصر دق علي محمد السلام عليكم سيدنا. قلت له ابو جاسم. صوت محمد مال البيت محترق يعني فد مصيبه كبيره عنده. وفعلا كان الوضع لانه مو تمام. قلت له محمد هيا هالديوانيه مو بعيد علي لو ابيع لك واحد من اولادي. قال سيد مو هان يا ريت مشكله يا ريت. خير. قال خطيبتي قبل اسبوع اخوي الصغير واخوها تعاركوا وقام ابوها فسخ الخطوبه. قال هاي مو مشكله. يقول احنا بينه وبين بيتها قبالي. قال الطاهله بالخالتها حلاق ومدقدق ومخربط. قال هم ما عنده مشكله. قال لا بتعم ولا بتخالي. قال المشكله سيد هسه واقف بالباب وتعدت فيه ورجلها العريس يدقونه وترقص قدامي. قلت له تليفونها عندك؟ قال لي. قلت له الخط مفتوح. قال لي ترى حودي لك بيت دارمي ان شاء الله اليوم اسوي له حداد مو عرس. فوديت له بيت دارمي. قلت لها تحمرت وانا شفاي خلص سن العظ. حمرت وانا شفاي خلص سن العظ. عفت البخت وياش لو عافك الحظ.